السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمر خطير جدا جدا جدا، أستحلفكم بالله يا كل من يشاهد هذا المقطع، وأنا ما قد استحلفت في أي مقطع وأمنتكم ربي بأنكم تنشرونه بقدر ما تستطيعون إلا في هذا المقطع لخطورة ما بتكلم فيها الآن. ولك الأجر ولك الثواب بإذن الله ما تنام عينه. أمر جلل بأمانة. لوحظ في الآونة الأخيرة وبشكل مخيف بأن للأسف الشديد البعض وهم كثر يستخدمون من أسماء الله، ويستخدمون بارك الله فيكم من صفات الله، ويستخدمون من ويجعلها بارك الله فيكم اسم لحسابه أو لليوزر حقه. مثلا سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، مضبوط. ويكون في مجموعة وأنتم تعرفون اللي أنا أقصده، في جروبات من الجروبات اللي مشترك فيها يكون في المجموعة، فيأتي يظهر للمشاهدين عندما يكتب، يظهر إنه في الشاشة سبحان الله يكتب، أنتم مستوعبين؟ أو الله أكبر يكتب، يظهر لك في الشاشة، وأنتم اللي عارف أنا إيش أقصد فيما يخص المجموعات المشتركة مع بعض. أو الحمد لله يكتب. بل المصيبة والطامة الكبرى أن البعض من اللي يردوا عليهم يأتيك مثلا شخص يرد عليه يقول يا سبحان الله أعد الكتابة، أو يا سبحان الله لا تغثنا بالرسائل أو كثرت علينا الرسائل، أو يا الحمد لله، يعني كأنه يخاطب جل شأنه. اتقوا الله، صلوا على النبي يا ناس، خافوا الله، خافوا الله. كيف الكلام ده؟ هذا قدح في جناب المولى عز وجل. الآن زي ما قلت لكم، لا بل تأتيك ما هو أدهى في بعض المواقع وأنتم تعرفونها، يكون موجود والمشاهدين يرونه أو يستمعون أو يشاهدون، ثم يغادر من المجموعة فيظهر للمشاهدين بأن سبحان الله غادر. أنتم مستوعبين؟ لا إله إلا أنت، اللهم لا تؤاخذنا يا رب. أو الله أكبر غادر، أو الحمد لله غادر المجموعة. اتقوا الله في أنفسكم، خافوا الله يا مسلمين، راقبوا الله عز وجل. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. الأمر خطير خطير خطير، سواء بقصد أو من غير قصد. والله أن تحاسب، والله أن تقف بين يدي الله عز وجل. الآن أنا اللهم بلغت، اللهم فاشهد. قد يكون أنك قبل هذا المقطع اللي هو قد يكون ما هو منتبه بحسن نية، الآن بلغت. أنت يا من يشاهد مقطع أبو زياد ما لك حجة أمام الله عز وجل، وأنا نقلت هذا الأمر وأبريت ذمتي أمام الله إلى ذمة كل من يشاهد أبو زياد الآن، إنك تنشر المقطع بقدر ما تستطيع، لعل الله يكرمك بأجر وثواب من عنده، ولعل هذا الأمر يصل، ولعلنا بارك الله فيكم نحتسب ونتقي الله عز وجل. اللهم بلغنا بارك الله فيكم، ويصل هذا الكلام وهذا الأمر إلى الناس اللي زي ما قلنا قد يكون ما هم مستوعبين هذا الأمر. أحببت أني أذكر، أسأل الله إن الله بارك الله فيكم يجعل ما تكلمنا فيه فيما يرضي الله عز وجل، ولا يحرمني وأنتم الأجر، والله يصلح الشان ويهدي الجميع. وإلا يعني تكفون إلا ربنا جل شأنه، إلا الله عز وجل. يعني بعض الأمور نسأل الله العفو، لا يسخط الله علينا، نسأل الله يصلح شاننا وشانكم. استودعتكم الله في رعاية الله. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. بأمان الله.